السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة من القلب موجهة ليك انت اللي راكب على موطور. كل نهار كتمشي بيه تقضي الغرض، تخدم، توصل، تخرج مع الصحاب ولا حتى تهرب من الواقع شوية. ولكن خليني نسولك بصراحة، شحال من مرة رجعتي للدار وقلتي الحمد لله ما طرا ليا اليوم والو؟ شحال من مرة فكرتي باللي هاد الموتور اللي كتركب عليه يقدر يكون هو السبب في الوداع الأخير؟ اليوم بغيت نحط بين يديك قصة واقعية وتنبيه، ماشي باش نخوفك ولكن باش نفيقك، حيت الطريق ما بقاتش كترحم. والموتور ماشي وسيلة للعب ولا مظهر اجتماعي، راه آلة خطيرة، والخطورة كتكون في كيفاش كنسوقها ماشي في شنو هي. كاري موتور خدام به، خاصك تكون اكثر واحد واعي. عدد كبير من الشباب اليوم خصوصا في المناطق الشعبيه كيكريو موتور ولا تريبورتر ب100 ولا 150 درهم في اليوم، وكيخرجوا يخدموا به كريدي فطور العشاء والمصروف مساهم في الدار، كل شي فوق كتافك. ولكن المأساة هي أن هذه الدراجة النارية في الغالب ما فيها لا تأمين لا فحص تقني، مطفية مشبوكة مزورة، الموتور معدل ماشي صالح، الفرانات ما كتخدمش، العجلات ماشي صالحاش، كيسوق بسرعه جنونيه ووسط الزنقه بحال اللي كيشارك في السباق. ايوا نتيجتها الكوارث كل نهار. البارح واحد طاح في الحي البرانس، قبل منه اخر تصدم في بلي مكاده، واليوم حادث قدام الزميل. وداك الشيء اللي كيخلي البوليس والوقايه والمواطنين كاملين عايشين حاله صدمه. الزعامة ماشي في السرعة، الزعامة هي أنك ترجع للدار سالم. حنا في الزمان كيخلي الشاب يبغي يبان، يدوي ويدير الصوت الموتور طالع، يخلي صاحبو يصور فيديو ويعيطو يعطيوه لايك. ولكن بزاف من هاد الشباب عمرهم ما فهموا ان الحياة ماشي فيديو ديال 30 ثانية. الحياة كتطلب منك تبقى واعي ثابت وعاقل. راه شحال من زعيم مات في الزنقة تحت الكاميو، ولا تفرقع على راسو مع الكار، ولا تهرس وسط الطريق، وشحال من مشهور في الحي ولا ذكرى وكاع داك الصوت ديال الزعاق داك التعديل ما بقاش عنده حتى قيمة قدام الموت. صنايعي ماشي طبيب، وموتورك ماشي مريض. كتمشي عند السيكليست تقول له بغيتو يخرج الصوت، نقص ليا من في الموتور، بغيتو يسبق كل شيء، زير ليه حتى يطير. ولكن ما عرفش باللي داك الصنايعي غير كيدير لك داك الشيء باش يرضيك ماشي باش يحميك. واش كتعرف ان 80% من الحوادث خطيرة في المغرب بسبب هاد التعديلات اللي خارجة على القانون؟ العجلات مفرقعينهم، فرانات ضاعوا، الضوء ما كيناش، حتى المرايات محيدينهم، الكاسك ما كاينش، وراكم عايشين في خطر بكل التفاصيل بلا ما تحسوا. اللباس والحماية كيعطيو الحياة ماشي مظهر، ماشي عيب تلبس الكاسك الواقي، وماشي حشومة تلبس الجاكيت ديال الحديد ولا الجاكيت منورة، ولكن بزاف كيشوفوها عيب ولا كيخوفوا بها. والسؤال، واش كتحشم من داك اللباس ولا كتخاف من الموت؟ اللي كيلبس واقي راه ماشي خواف، راه فايق، راه عارف شنو كاين في الطريق وكيبغي يحمي راسو. شحال من شاب مات حيت ما كانش لابس الكاسك، وشحال من واحد تقطع من كتافو حيت طاح بدون حماية، وشحال من واحد تقطع من كتافو حتى رجليه حيت طاح بدون حماية، وشحال من واحد لو كان لابس لبسه من الحديد كان يرجع للدار على رجليه ماشي في التابوت. البوليسي ماشي عدوك، راه كيفكر في سلامتك. الناس كتسب البوليس كيتقول كيوقفوا غير علينا، ما كاينش في الرادار، كيبغيو غير يديو المخالفه. ولكن عمرك فكرتي شحال من بوليسي بكى في المكان الحديث؟ عمرك شفتي بوليسي كيشوف شاب بحالك مفرق في الطريق ساكت وكيبقى غير كيشوف في السماء؟ البوليسي اللي واقف في الزنقه راه شاف بزاف، شاف مآسي كلها، وكيتمنى ما يزيدش يشوف شي واحد اخر ميت. واش الطريق ولات فعلا مقبره ولا حنا اللي حولناها لهكذا؟ كاين بعض الناس كيتهموا الدولة، كيتهموا الحكومة، كيتهموا البنية التحتية، ولكن بلا نفاق. شكون اللي كيسوق؟ شكون اللي كيعدل في الموتور؟ شكون اللي كيدوز الضوء الحمار؟ شكون اللي ما كيبغيش يلبس الكاسك؟ شكون اللي ما كيبغيش يوقف في التريطوار؟ راه المسؤولية ماشي ديال واحد، راه ديالنا كاملين. الدولة عليها الدور والبوليسي عليه دور، ولكن انت اللي راكب على داك الموتور كل نهار، راه انت اول حل واول مشكل. رسالة للشباب، الحياة ماشي لعب، الموتور ماشي زربية طايرة. الطريق اليوم بحال المسرحية، فيها كل شيء، واحد خارج يخدم، واحد غادي عند الطبيب، واحد غادي يخطب، واحد كيخرج مراتو، واحد راكب موتورو سايق بالعقل ما عارفش باللي يقدر يقطع حياة شي واحد من غير قصد.
المشكله ماشي ديما في السائق، كاينه الضحايا بريئه، الطفل صغير في الرصيف، مرة كبيره في الزنقه، الراجل في الممر، كاملين تقدر تصدم بيهم بلا ما تحس، والندم عمره ما كينفع من بعد. الكلمة الأخيرة بيدك تحمي حياتك وتنهيها. راك حر تسوق موتور، وراك من حقك تخدم وتخرج تدير لحياتك، ولكن راك المسؤول، وكل خطأ منك راه كيكلف الحياة، وكل تهور راه ماشي تحدي، راه موت. فكر في خوك، في امك، في باك، في صاحبك، في مراتك، في والديك، راهم باغيينك ترجع، ما باغينش يسمعوك في الاخبار. الوعي هو اللي كيسوق بالعقل وكيبني مستقبل، ومتهور ما كيكملش في الطريق.